مين كان يتخيل إن ديمبلي اللي كان بيتعرض لإصابات كتير وكان بيضيع فرص كتير واللي للأسف بقى غير مرغوب فيه في برشلونة يكون النهاردة أفضل لاعب في العالم وشايل الكرة الذهبية بين إيديه؟ مين كان يتوقع إن ديمبلي اللي راح باريس وواجه مشاكل مع لويس إنريكي واتمنع من المشاركة في عدة مباريات أبرزها مباراة أرسنال بسبب سوء السلوك يقدر يحقق النهاردة لقب الكرة الذهبية؟ ديمبلي حقق في موسم واحد 5 بطولات مع باريس وبقى هداف الدوري الفرنسي وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي وكمان أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وساهم بأكثر من 52 هدف في جميع البطولات. تحول جذري بكل المقاييس. زمان كانوا بيهزروا عليه ويضحكوا والنهاردة ماسك الكرة الذهبية بين يديه كأعظم لاعب كرة قدم في العالم حاليا ويعيش أسعد وأجمل أيام في حياته. فما رأيك أنت في تتويج عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية؟ هل يستحقها فعلا؟